الدولة السعودية لا يخفى على أمثالكم أنها أول ما قامت إنما قامت على التوحيد والسنة. ما قامت والله بلادنا على ثورات ولا على انقلابات ولا على مظاهرات ولا على اعتصامات ولا على شيء من هذا، ولا انتخابات ولا ابتسامات للفلاشات والكاميرات ولا صناديق اقتراع، وإنما قامت هذه الدولة على توحيد وسنة. من أجله قطعت الرؤوس، ومن أجله أريقت الدماء وأزهقت الأرواح. وسأسرد لكم سردا تاريخيا موجزا عما حصل في بداية قيام هذه الدولة قبل ما يقارب 300 سنة. أول ما قامت هذه الدولة المباركة بدعوة التوحيد على يد الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع رحمة واسعة، وتبايع على نصرة التوحيد، فأقام الله لهما هذه الدولة المباركة. ومن أول ما وصل الشيخ محمد عبد الوهاب إلى الدرعية بعد أن حصل له من المضايقات في حريملة وفي غيرها من القرى والضواحي، وصل إلى الدرعية وكان فيها الإمام محمد بن سعود، فعلم الناس بوصول الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكان قد نزل في بيت رجل يقال له محمد بن سويلم العريني، وتناقل الناس الخبر حتى بلغ زوجة الإمام محمد بن سعود اللي هي موضي بنت وطبان رحمها الله، صاحبة توحيد وسنة، امرأة ذكية، امرأة عاقلة ورصينة. فأخبرت زوجها لمحمد بن سعود بأن محمد بن عبد الوهاب موجود الآن في الدرعية عند محمد بن سويلم، وهذه غنيمة ساقها الله إليك. فكأن الإمام محمد بن سعود قال فليأتنا، قالت لا أنت تذهب إليه. فذهب رحمه الله إليه في بيت محمد بن سويلم وفرح به وتعاهد وتبايع على نصرة التوحيد، حتى أن الإمام محمد بن سعود قال أخشى يا محمد بن عبد الوهاب أننا إذا نصرناك وانتصرت أن تتركنا وتروح. فمد يده بيد محمد بن سعود وقال دمي دمك وهدمي هدمك، دمي دمك وهدمي هدمك. ومن تلك الساعة انطلقت الدعوة، والتي اليوم نتفيأ ظلالها ولله الحمد. هذه الدعوة على قيامها في بدايتها لم ترق لكثير من الناس في العالم عندما انتشر خبرها، ولذلك قامت الدولة العثمانية التي يسمونها الخلافة العثمانية. مع الأسف أن ما زال بعض دعاتنا وبعض المغترين بها في الساحة ما زال يصفقون لها ويطبلون ويتحدثون عن أمجادها وأنها الخلافة الإسلامية وأنها، بينما هي في الحقيقة وخاصة في آخر سنواتها يصدق عليها أن تكون خلافة الشرك والقبور والأضرحة والمزارات والتصوف. ولذلك حملت على عاتقها محاربة هذه الدولة، فأرسلت محمد باشا وإبراهيم باشا من مصر، فتحركت الجيوش من مصر إلى البحر الأحمر، ووصلوا إلى جدة، ومن جدة إلى المدينة وينبع، وعادوا إلى الطائف وتربة ورنية وشقرة وضرمة ومرات والرياض والدرعية، حتى وصلوا الدرعية وأحاطوا الدرعية وحاصروها 6 أشهر. 6 أشهر والدرعية محاصرة، مقطوعة من الطعام ومن الغذاء ومن الأرزاق ومن كل شؤون الحياة، إلى أن دفع محمد باشا 6 دولارات لكل رأس وهابي يؤتى به، فجمعت بين يديه 5000 جمجمة من جماجم أهل التوحيد.
فلما ازداد الأمر سوءا وضيقا على أهل الدرعية خرج الإمام عبد الله بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت وقال: أنا سأسلم نفسي على شرط أن تطلقوا سراح الأسرى وأن تفكوا الحصار عن الدرعية. فأعطاه محمد باشا الوعود، ولكنها مع الأسف كانت وعود كاذبة ملؤها الخيانة والغدر. فلما سلم نفسه الأمير عبد الله بن سعود عادوا وفعلوا فعلتهم في الدرعية، فجاءوا بسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، جاءوا به مكبل إلى المقبرة وعزفت الموسيقى بين يديه، ولما فرغوا أمر محمد باشا بإطلاق البارود عليه فقتلوه. فذهب محمد باشا يتبجح عند سليمان بن عبد الله اللي هو عند والد سليمان اللي هو عبد الله بن محمد رحمهم الله جميعا، يتبجح عنده ويقول له باللهجة العامية المصرية: أتلنا ولدك يا عجوز. قال الإمام عبد الله رحمه الله أبو سليمان قال: لو لم تقتله أماته الله. هذه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. لو لم تقتله أماته الله. فأخذوا البقية أسرى معهم، وكان منهم عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، أخذوهم إلى مصر عام 1233 وبقوا هناك ما يقارب 9 سنوات. بعدها عاد عبد الرحمن بن حسن إلى الرياض ورجع على عهد الدولة السعودية الثانية أيام الإمام تركي بن عبد الله، اللي الآن مسمين الجامع الكبير في الرياض باسمه جامع الإمام تركي بن عبد الله، وفرح به الإمام تركي بن عبد الله وعقد له الدروس وحلق العلم ونفع الله به نفع عظيم، حتى سمي عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني اعتبارا بأن جده محمد بن الوهاب هو المجدد الأول. أما البقية فشنقوا في الإسكندرية من آل محمد بن الوهاب وآل سعود، شنقوا في الإسكندرية. وعبد الله بن سعود ومن معه أخذوا إلى اسطنبول في تركيا، وهناك حكم محاكمة ظالمة، حكم عليه بعدها بالإعدام وقطعت رأسه ووضعت في فوهة المدفع وفجر فيها، وطافوا بجسده وجثته في شوارع اسطنبول 3 أيام بلياليها. أنا أنقل لكم هذه الصورة مصغرة أيها الإخوة لتعلموا أن هذه الدولة ما قامت والله على انتخابات ولا على ثورات، وإنما قامت على رؤوس قطعت ودماء أريقت من أجل التوحيد والسنة. ويا ليتهم والله تهنوا بهالنعمة رحمهم الله، ما تهنوا والله بهذا النعيم الذي أنا وأنت الآن نجني ثماره ونتقلب في باحاته وساحاته، ولله الحمد. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى دعاة عن أمتهم، فلهم الفضل بعد الله فيما نتقلب فيه أنا وأنت من أمن وأمان ورخاء واطمئنان. ولا ينكر هذا والله إلا معاند مكابر في قلبه مرض وفي عقيدته دخن وفي إيمانه نقص وخلل. هذه النعمة يا أخوان يجب أن نتذكرها، لأن النعمة إذا ذكرت وشكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فأسأل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، ولأن الله